السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن حاجة من الحاجات المهمة جدا اللي لازم ندرسها في ولادنا. ازاي اخلي ابني يحترم نفسه ويقدر ذاته؟ لان الطفل اللي بيحترم نفسه عمره ما هيقبل الاهانة ولا يقلل من غيره ولا يسمح لحد يقلل منه. اول حاجة، يعني ايه الطفل يحترم نفسه ويقدر ذاته؟ يعني الطفل يبقى عارف قيمته وحاسس انه مهم، حتى لو مش الافضل في كل حاجة. عارف انه يستحق الحب والاهتمام والاحترام حتى لو غلط، لانه بشر بيتعلم. طيب ايه دور الاب والام؟ اول حاجه، ما تقارنهوش بحد. شوف ابن خالتك احسن منك، شوفي بنت عمتك احسن منك، كل الحاجات دي بتكسر الطفل. تاني حاجه، امدح صفاته مش انجازاته بس. مش بس شاطر عشان جبت 10 من 10، لكن كمان انا فخور بيك علشان ما استسلمتش. مهم جدا نقول للطفل الكلام ده. مهم برضو انك بتقول له انا بحبك علشان بتحاول. تالت حاجه، اسمع له من غير مقاطعه. لما يتكلم ما تستعجلوش واسمعه لحد الاخر علشان يعرف انه مهم. رابع حاجة، خلي عنده مساحة يختار، حتى لو في حاجات بسيطة زي لبسه لعبته، ده بيعلمه ان رأيه ليه قيمة. طيب ايه بقى دور اللي حواليه زي الاخوة ودور المدرسة ودور الاهل والقرايب؟ بالنسبة للاخوة مهم نعلمهم ان هما ما يسخروش من بعض. بالنسبة للمدرسة دور المدرسة كبير، لان كلمة سلبية واحدة ممكن تفضل محفورة في قلب الطفل، وكلمة ايجابية ممكن تفتح له ابواب كتير. بالنسبة بقى للاهل او القرايب، لازم يكونوا عارفين ان الضرب او السخرية مش تربية، لكن بتكون اهانة وبتكسر الطفل. دور بقى الطفل نفسه، اول حاجة يتعلم يقول لا لما حد يتعدى حدوده. تاني حاجة، يعرف ان الغلط مش نهاية الدنيا لكن فرصة للتعلم. تالت حاجة ودي مهمة جدا، يعرف ايه اللي بيحبه في نفسه ويسجله في دفتر صغير. كل يوم يكتب حاجة واحدة بس على الأقل. طيب ازاي بقى ندربه على احترام الذات بطريقة عملية؟ أول حاجة عندنا نشاط المراية. كل يوم الصبح يقف قدام المراية ويقول أنا قوي، أنا محبوب، أنا أستحق الاحترام. تاني حاجة، دفتر الإنجازات. يكتب كل حاجة بيحققها، حتى لو ساعد مامته في البيت، عمل أي حاجة إيجابية يسجلها في الدفتر بتاعه ويسميه دفتر الإنجازات. ايه بقى الاخطاء اللي بتدمر احترام الطفل لذاته؟ اول حاجه طبعا قلناها، الضرب والاهانه، التهديد المستمر، السخريه من شكله او كلامه، المبالغه في اللوم، حرمانه من التعبير عن رايه. الخلاصه، علم ابنك يحترم نفسه ويقدر ذاته ويفضل دايما عارف انه مهم، ويقول لنفسه انا مهم، ويتعلم يحب نفسه قبل ما يطلب ده من اي حد، ويعيش مرتاح من جواه. لو عجبكم الموضوع شاركوه مع حد بيهتم بتربية الأولاد، واكتب لنا في التعليقات ايه أكتر حاجة هتطبقها مع ابنك النهاردة. ونتقابل بقى على خير في الفيديو اللي جاي، ومع ألف سلامة.